دكتورة هبة عادل بركات، وكيل كلية البنات للآداب والعلوم والتربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية البنات مجهز معرض خيري للكتاب للطالبات وجميع منتسبي الكلية. معنى معرض خيري إن المعرض مقام أساساً على الكتب الموجودة في مكتبات أعضاء التدريس اللي هم يقدروا يستغنوا عنها، بيدعموا بيها القطاع بحيث إن هي يتم إعادة تداولها من تاني للطالبة ولأي منتسب. الكتب بتبقى عبارة عن تبرعات من أعضاء هيئة التدريس. بنهتم إن الكتاب ما يكونش ليه أي وجهة سياسية إطلاقا، بيكون كتب دينية، كتب ثقافية، روايات، كتب تاريخ، كتب أدب. فبالتالي المعروضات النهاردة فيها مختلف النواحي. الهدف من المعرض إن أنا عايزة أعود الطالبة من تاني إنها ترجع تقرأ، انها تقرا وتقرا من الكتاب، لان مسكه الكتاب دي متعه في حد ذاتها، غير ما البنت بتمسك خالص تقرا من الموبايل او تقرا من اللابتوب او من الكتاب. ليه متعه تانية، ده اللي احنا عايزين نعمله. كمان المعرض النهارده قايم على المشاركه المجتمعيه، بمعنى ان عضو هيئه التدريس بيشارك الكتب اللي عنده. في عندي مجموعة من الطالبات هي اللي قائمة على المعرض، على تنظيم المعرض. طالبات محبات البيئة بيبقوا معانا في تنظيم المعرض الكتاب الخيري، أو حتى معرض الملابس الخيري اللي احنا بنعمله، تنظيم القوافل، تنظيم الندوات. الحقيقة هم طالبات متطوعات، ودي بتبقى خدمة مجتمعية، وأنا بنمي عندهم روح المشاركة والانتماء. كمان حاجة تانية في المعرض عندي أنا بهتم بالكتاب وبجودته، يعني مش أي كتاب بيجيلي يكون تطوع أنا بنزله على طول للمعرض، ودي حاجة مهمة جدا. كمان طالبات التكافل بيقدروا إن هم يستفيدوا من الكتب اللي موجودة عندي. لو طالبة جت وقالت لي أنا محتاجة الكتاب ومش قادرة إن أنا أدفع المقابل، برضو بيكون ليها نصيب في إنها بتاخد الخدمة اللي عندي. المعرض بيقام غالبا كل شهر، بيقام في الشهور شهر 10 و11 و12. بنتوقف عن الفعاليات في الشهور بتاعة الامتحانات منتصف العام وامتحانات نهاية الفصل الدراسي. ودايما بيبقى عندي كل ما المعرض بينزل كل ما ان انا بلاقي التبرعات اللي جات لي بعد المعرض على طول اكتر كتير من الاول، ويا رب يبقى في استفادة للطالبة، والطالبة تقدر انها ترجع تاني لثقافة القراية من الكتاب. أنا الدكتورة ميادة صقر، مدرس بقسم الجغرافيا في كلية البنات جامعة عين شمس، ومسؤولة عن فريق محبين البيئة بالكلية. إحنا كتيم هنا كتيم محبين البيئة تابعين لقطاع البيئة، شؤون خدمة التعليم والمجتمع. إحنا كتيم بنعمل معارض. التيم بتاعي هنا بيبقى مسؤول عن التنظيم. ممكن مثلا يكون في معرض للكتب، والمعرض ده بيكون دوري، ممكن يكون مرة أو 2 في الشهر. وعندي مثلا معرض ملابس خيريه، وده كله بيصب في صالح الطالبه. والتيم هنا بيكون مسؤول عن التنظيم، احنا كلنا هنا بنساعد بعض. والتيم برضو بيبقى مسؤول مثلا لو عندنا مثلا حفله لعيد الام، عن ندوات، عن معارض. هنا كلنا كتله واحده كتيم، ايد واحده تابعه للدكتوره هبه بركات. واحنا برضو هنا برضو فريق محبين البيئه. احنا ممكن بعض الطلبه سواء محبين البيئه او غير محبين البيئه بنطلع ممكن قوافل داخليه بتبقى في الكليه او قوافل خارجيه، بعد ما التيم بتاعنا بيشتغل سواء في معرض، سواء معرض كتاب او معرض ملابس، او سواء قافله داخليه او قافله خارجيه. في المعرض بيتكرموا من عميده الكليه، من وكيله الكليه سواء الدكتوره اميره يوسف او وكيله الكليه الدكتوره هبه بركات، ان هم بيجوا يكرمونا عباره عن شهاده كده بتبقى مثلا حافز للطالبه. جنوبك شمس وخضره، في شمالك بحر ومطره، وفي غربك شرقك صحراء، رملة الماس وياقوت. فيك الجغرافيا تعلم، والتاريخ فاضل يتكلم، وعلمك على قلبي معلم، وبنيت في العيش كبير. كم شمس تفوت ورا قمرة، عمال بتشق الصحراء، انا لاجل حبيبتي سمرة، اتعب واجدح واموت. انا ايمان محمد، الطالبه في فرقه تانية رياضه تربوي عربي،
وكنت في المعرض النهارده. صراحه الكتب حلوه جدا، وفي كتير كتب يعني انواع كتير وكذا قسم، وصراحه كتب مفيده. يعني انا جبت كذا كتاب والكتب حلوه، والتعامل معاهم هنا الاشراف جميل جدا صراحه، وانا بشكرهم جدا وبستناهم صراحه على طول. من كل سيزون بستناهم ان هم يعملوا المعرض بتاعهم في الجامعه كليه البنات. أنا ضحى حسين في كلية بنات جامعة عين شمس قسم كيمياء. هنا في كلية بنات بتقدم لنا حاجات كتير وأنشطة كتير، ومنها المعرض إن هو بيقدم لنا كتب مش بنلاقيها بره بنستفاد بيها في المعلومات في سواء كان في الحياة العلمية أو الحياة العملية، بنستفاد منها خبرات كتير جدا، وهنا بيسهلوا لنا المعلومات جدا وبيعرفونا في تجارب كتير. بنستنى المعرض يجي لنا كتير هنا في الجامعه عشان الكتب اللي بيقدمها لنا دي مش بنلاقيها بره، وبنستفاد منها في معلومات كتير جدا. ومتعه ان انت تمسك الكتاب وتصفح بيه احسن بكتير لما تجيب الكتاب من على الانترنت وتصفح بيه، وان انت تقلب في صفحاته وتستفاد من المعلومات احسن بكتير لما تستفاد منها وتنزل الكتاب PDF من على النت. الله ينور على اللي كان سند بلاده، وحب مصر مربي ومعلم ولاده، وعلي مصر منوره وهم فيها. الله ينور على اللي حطوها في عينيهم، وعلي مصر بتعلى وبتقوى بيهم، وعلى الايدين الشغاله الشقيانه فيها. استاذ دكتور امل حمزه، استاذ الكيمياء الحيويه ورئيس مجلس قسم الكيمياء الحيويه والتغذيه. اهلا وسهلا بحضراتكم في كليه البنات للاداب والعلوم والتربيه. هذا الصرح المتميز والمختلف عن باقي الكليات في كل جامعات جمهوريه مصر العربيه، فهي الكليه الوحيده اللي بتختص بالطالبات وبتضم التخصصات المختلفه للاداب والعلوم والتربيه. اسمحوا لي حضراتكم اتكلم عن برامج كليه العلوم. طبعا كليه العلوم في كليه البنات فيها عديد من التخصصات، اكثر من 7 تخصصات مختلفه متميزه عن باقي الاقسام لانها بتخص الطالبات فقط. فيها العديد من برامج الدراسات العليا والبرامج المتميزه الخاصه لطالبات البكالوريوس والدراسات العليا. طبعا احنا دايما بنشكر الكليه لانها دايما بتساهم في تنشيط وتحفيز الطالبات على المشاركه في الفعاليات المختلفه، ومن اهمها زي ما حضراتكم شايفين النهارده معرض الكتاب الخاص بالطالبات اللي بيديهم فرصه ان هم يطلعوا على الجديد والحديث من الكتب الموجوده في مكتبه الكليه او في مكتبات لدكاتره كمقتنيات ليهم في الكليه. بيبتدي طبعا ده بيساعد وبيساهم معانا في اجراء الابحاث اللي احنا بنطلبها من الطالبات باستمرار. طبعا طبيعه التخصصات العلميه باستمرار في ابحاث وفي واجبات وفي اطلاع مستمر لطالبات البكالوريوس والدراسات العليا على الكتب، فطبعا مكتبه الكليه بتوفر لنا دوام بشكل كبير جدا، بالاضافه الى المعارض المستمره في الكليه للتخصصات المختلفه. برضو احب اخص بالكلام عن قسم الكيمياء الحيويه والتغذيه كقسم متميز في كل الجامعات الحكوميه المصريه. يمكن ده القسم الاول والوحيد اللي بيجمع بين تخصصين مهمين جدا اللي هم تخصص الكيمياء الحيويه وتخصص التغذيه، ودول تخصصين مهمين في سوق العمل بشكل كبير جدا، لانه بيسمح للطالبات والخريجات ان هم يشتغلوا في مجال التحاليل الطبيه او مجال التغذيه والتغذيه العلاجيه، ودي مجالات مهمه جدا لانها بتهتم بصحه الانسان والتعامل مع الاشخاص في مجالات مختلفه. الحقيقه مجال التغذيه في القسم مجال مهم جدا جدا، والحمد لله القسم فيه العديد من الاساتذه والاساتذه المساعدين والمدرسين والهيئه المعاونه المتخصصين في المجالين الكيمياء الحيويه والتغذيه، واللي عندهم القدره على تدريس المقررات دي بشكل فيه كفاءه عاليه جدا ومهاره متميزه. ودايما خريجه القسم من الكيمياء الحيويه والتغذيه بتكون خريجه متميزه ومش موجود زيها في تخصصات ثانيه، لانها بتقدر تشتغل يا اما في المجال الكيمياء الحيويه او التغذيه حسب ما هي حابه. كمان برامج الدراسات العليا بتوفر لي بقى ان انا اخصص الطالبه اكتر، ان انا عندي ماجستير كيمياء حيويه وتغذيه ودكتوراه كيمياء حيويه وتغذيه، وعندي ماجستير كيمياء حيويه فقط. عندي برامج دبلومات تغذيه اكتر من برنامج، في برنامج دبلومه التغذيه العلاجيه وبرنامج دبلومه تغذيه المسنين والتخطيط الغذائي. فدي برامج بالاضافه طبعا لدبلومه الكيمياء الحيويه التحليليه اللي بتساعد وبتاهل الطالبه للعمل في اخصائي التغذيه في مجالات مختلفه، وبتاخد تصريح مزاوله مهنه من نقابه العلميين. فدي حاجه بتبقى متميزه جدا للطلاب
الطلاب، والقسم دايما الحمد لله بيقبل بشروط معينه الطلاب، واحنا الحمد لله في ازدياد اعداد الطالبات او الطلاب اللي بيلتحقوا بالدراسات العليا بيزيد. بالاضافه ان احنا بنسمح في مرحله الدراسات العليا للطلاب الذكور بالالتحاق بالبرامج، فهيبقى عندهم فرصه ان هم يبقوا معانا، مش زي البكالوريوس الخاص بالطالبات فقط. فبالنسبه للدراسات العليا احنا الباب مفتوح للطلاب ايضا. فبنتمنى ان التوفيق للجميع، وبنشكر الكليه واداره الكليه على مجهودها المستمر لتفعيل وتنشيط الطالبات. دكتورة منى فتحي، معيدة بقسم أصول التربية، كلية البنات جامعة عين شمس. حابة أتكلم عن كليتي. هي من الكليات المميزة جدا في جامعة عين شمس. هي تعد فرصة تانية للبنات أن يكون عندهم مكان تاني يلتحقوا بيه تبع جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت هي من الكليات المميزة جدا لأن فيها 3 قطاعات: قطاع التربية وقطاع الآداب وقطاع العلوم. يعني هي تعد كأنها جامعة جوه الجامعة، ودي من الحاجات المميزة جدا. حابة برضو أكلمكم عن قسمي. قسم أصول التربية هو من الأقسام المميزة جدا في الكلية، من الأقسام التربوية تحديدا المميزة، لأن هو قسم خدمي بيخدم على الكلية كلها. والقسم بينقسم لتخصصين أساسيين: التخصص الأول أصول التربية والتخطيط التربوي، والتخصص الثاني التربية المقارنة والإدارة التعليمية. تخصص أصول التربية والتخطيط التربوي بتندرج برضو تحته تخصصات فرعية أخرى زي تخصص فلسفة التربية أو اجتماعيات التربية، اقتصاديات التعليم، تاريخ التربية. تخصص التربية المقارنة والإدارة التعليمية بتندرج أيضا تحته تخصصات فرعية أخرى زي التربية المقارنة والإدارة التعليمية. حابة برضو أكلمكم النهاردة من رحاب كلية البنات المكتبة المركزية تحديدا إن إحنا عايزين نرجع تاني دور الكتاب. صحيح إحنا بقينا في عصر التكنولوجي وإن إحنا بنستخدم كلنا دلوقتي موبايلاتنا والكمبيوترز بنعتمد عليها اعتماد كبير، بس حابين تاني نرجع رونق الكتاب ونستعين بالكتاب. ريحة الكتاب مختلفة، نرجع تاني العلاقة ما بين القارئ والكتاب. شرفونا هنا في كلية البنات، عندنا مكتبة رائعة كبيرة بتضم تخصصات كتيرة جدا، كتب في مختلف التخصصات التربوية والأدبية، وهتستفيدوا جدا إن شاء الله. وإحنا بيشرفنا الطالبات كل يوم والباحثين الدراسات العليا من الساعة 9 للساعة 2، وبيقدروا إن هم يطلعوا. كلنا في خدمتكم إن شاء الله. حابة أكلمكم عن حاجة تانية برضو بصفتي المحرر الفني في مجلة البحث العلمي في التربية. هي مجلة متخصصة في نشر بحوث الترقية في كلية البنات جامعة عين شمس. والحقيقة احنا برضو كلية البنات جامعة عين شمس عندنا بتتميز بأنها فيها عدد كبير جدا من المجلات، حوالي 7 مجلات. ولكن مجلة البحث العلمي في التربية هي بتخدم القطاع التربوي تحديدا فيما يخص بحوث الترقية، وبنقبل الأبحاث من تخصصات مختلفة، 5 تخصصات أو أكتر كمان: أصول التربية، التربية المقارنة والإدارة التعليمية، تكنولوجيا التعليم، علم النفس، الصحة النفسية، المناهج وطرق التدريس طبعا. فالمجلة متميزة أن هي حاصلة على تقييم 7 من 7، وهو أعلى تقييم في تقييم المجلس الأعلى للجامعات. ومؤخرا كمان بنحصل على معدلات متقدمة في معاملة تأثير أرصيف. المجلة بتحقق إنجازات كويسة جدا في السنوات الأخيرة الحمد لله، وبنستقبل أبحاث على طول من كافة التخصصات زي ما قلت لحضراتكم، التخصصات التربوية المختلفة. ده طبعا بيتم من خلال الموقع الإلكتروني للمجلة، وبعد كده بيطلع لحضراتكم طبعا خطابات قبول النشر يعني، وحضراتكم بتقدروا تستفيدوا منها في النشر العلمي والترقية بإذن الله تعالى. تحية وألف سقفة للي وقفوا بجد، واقفة في ظهر مصر عشان تعيش. شكر مخصوص للدكاترة على المجازفة والمخاطرة، جيشنا الأبيض أحلى جيش. اوعى تنسى تحط شرطة تحت كلمة جيش وشرطة، هم دول سر الأمان. سيروا في الشارع عشان نفكروا بس في أماننا، أصلهم في الشدة بان. اسمي رفايدة عبد الحميد عبد الهادي، باحثة ماجستير كلية البنات جامعة عين شمس. المكتبة عندنا بتوفر لنا الكتب اللي احنا محتاجينها، سواء قديمة أو حديثة. كل جديد بينزل لنا حسب إمكانات الكلية. في تعاون جامد جدا من المشرفين على المكتبة، من بداية مديرة المكتبة دكتورة جيهان الببلاوي لأستاذة أمل لبقية ستاف المكتبة. في عندنا في قاعة إهداءات جديدة لسه مفتوحة في المكتبة السنة دي، فيها المؤلفات النادرة سواء عربي أو أجنبي. متوفر فيها إهداءات من أعضاء هيئة التدريس، متوفر فيها مؤلفات
بيقدمها أعضاء هيئة التدريس للكلية. المكتبة هنا الستاف هنا متعاون، بيقدم لك المساعدة اللي انت محتاجها. مواعيد المكتبة دايما بيبقى فيه اهتمام ان المواعيد تبقى بتناسب الطلبة في الكلية او الباحثين. بيبقى فيه اوقات زيادة متوفرة للباحثين عشان تتناسب مع طبيعة حياتهم، سواء بقى بيشتغلوا او في اوقات معينة بيبقى محتاجين متسع اكتر من الطلبة العاديين. في الاطلاع على الكتب بيبقى مرتب، يعني انت محتاج ايه بيبقى متظبط بالاولويات. بيبقى في مساعدات تسهيلا علينا ان احنا نسكان المراجع المتاحه في المكتبه كلها، بتبقى في ايدك سواء في البيت او في المكتبه. بيبقى قادر ان انت تطلع على اسامي المراجع كلها وتيجي المكتبه مباشره ان انت تشوف ايه المرجع اللي انت عايزه وتطلع عليه. اغلب احتياجاتنا بتبقى متوفره في المكتبه هنا، ما بنحتاجش ان احنا نروح اماكن كتير ونبقى مشتتين. المكتبه هنا بتوفر لنا اغلب المراجع اللي احنا محتاجينها، سواء عربي او اجنبي، سواء مراجع قديمه حديثه. وكل تخصص، حتى انا باحثه ماجستير في علم النفس، كل التخصصات في علم النفس متاح ليها مراجع. بيبقى في توجيهات بتساعدنا من المشرفين. بيبقى في مهنية عالية عندهم وخبرة كبيرة ان هم ممكن يسهلوا علينا بعض الخطوات الكتير اللي احنا نعملها، بان هم يوجهونا لمراجع معينة او ابحاث او دراسات معينة. مريم مراد، أنا هنا طالبة في دراسات عليا قسم تغذية علاجية. الحاجات المميزة في الجامعة هي وجود المكتبة، برضو لا غنى عن التكنولوجيا في ان احنا نعمل ريسيرش اكتر، ولكن اوقات بنحتاج نرجع لريفرنسز قديمة والهيستوري عشان نعرف ازاي ده تطور، لان الحلول اللي بتيجي في المستقبل هي برضو موجودة بدايتها من الماضي عشان نقدر ان احنا نتتبعها. فوجود مكان هادي زي المكتبة نقدر ان احنا نوجد فيه ريفرنسز قديمة يخلينا اكتر محددين نختار نعمل ريسيرش في ايه ونستخدم التكنولوجيا معاها. حاجة حلوة قوي، بنجمع ما بين التراديشنال واي والطريقة الجديدة. انا بشكل عام بحب القرايه وبحب ان انا اطلع على اقسام مختلفه، حتى لو انا تخصصي اكتر في البايوتكنولوجي او الجزء الخاص اكتر كمان اللي هو التغذيه، ولكن هنا قدرت ان انا اخد لمحه عن اقسام مختلفه شامله كل حاجه في الجامعه، زي علم النفس، التاريخ، الجغرافيا، التربيه، التغذيه، ولقيت كمان حاجات خاصه بالعلوم اللي تقدر تتحول لبزنسز او حاجه يدويه كمان. فان احنا نقدر ندمج ما بين العلوم وما بين الحياه العمليه. لاقيه هنا فرصه حلوه قوي وبيئه كويسه وامنه للبنات اكتر، ان هم كمان يقدروا يقعدوا في المكتبه وفي الجامعه، يقدروا ان هم الكتب دي يدرسوا هنا في المكان، مش بس اللي هو للاستعاره. لاقيها كمان ان هي مكمله للابحاث اللي بتكون مطلوبه، وفي حاجات كتيره قوي زي ايه هيدن جيمز او معلومات موجوده اقدر ان انا الجا لها وقت ما احتاجها، وممكن امسك معلومه معينه انا لقيتها في الكتب في التخصص بتاعي او تخصصات تانية حابه ان انا ابني عليها اوفر فيو واعمل عليها ريسيرش اكتر قدام. فانا الصراحه يعني بنصح الناس انه ممكن بيفتكروا انه مع التطور ان المكتبه مش بتكون قادره تواكب ده، ولكن اي حاجه احنا بنشوفها اونلاين بيقدر ان احنا في المواقع اللي مش بتكون السورس بتاعها معلوم او متتبع ممكن يعملوا معلومات مغلوطه. فلازم نقدر او يكون عندنا مرجعيه كباحثين ان احنا المعلومه اللي بنجيبها تكون من مصدر موثوق فيه، من مصدر جامعي، مش بس اي كلام بيتنقل اونلاين او اي ويب سايت ممكن ما يكونش مضمون المصدر، علشان تكون المعلومات بتاعتنا حقيقيه. لان اعتقد لو اي حد كتب معلومات مغلوطه بيرجع دايما للباحث او للطالب الجامعي. احب قوي ان انا اشجع الجامعه او الطلاب اللي بيكونوا نشيطين اكتر في الحته بتاعه
الجزء الخاص بالاكتيفيتيز في الجامعه هنا ان هم يقترحوا ان احنا نعمل نادي ثقافي صغير بيضم مواضيع مختلفه جدا للنقاش، اذا كانت خاصه بالاعمال، خاصه بالعلم، خاصه بالتاريخ، بالجغرافيا او بالتربيه او باي قسم هم مهتمين بيه، ونبتدي ان احنا نتشارك الحاجات اللي احنا قريناها دي ونعملها بشكل جديد ومسلي. فمش بس الناس المهتميه بالقرايه، لان احنا نتعلم ان ده الحاجه الجديده الموجوده، ان يكون العالم مطلع مش بس على الاساليب الحديثه، لا ان هو يكون برضو مربوط بالحاجه الاصليه الموجوده في المكتبه، وان هو يحطها بشكل ترندي وجديد علشان انه نوصل ما بين الكتب اللي هي موجودة من الجامعة الأصلية اللي تكون برضو نفس النسخة دي بشكل مختصر أكتر، ناس كتير قروه ويحطوه على الويب سايت للناس اللي عايزة معلومة موثوق فيها بس ما عندهاش الوقت إن هي تقرأ باستفاضة زي القراء الحقيقيين اللي بيكونوا موجودين في المكتبة. لو كنا بنحبها طلبة أم الجنود، مش عايزة من شعبها عايزة الإيدين تعلي وإيدين لفوق تصلي، وعيون صحية تخلي بالها من أرضها. مصر اللي بتضمنا دمنا، نولد عشانها حياتنا لو كنا بنحبها. أستاذ الدكتور شريف موسى حسيني، أستاذ مايكروبيولوجي بقسم النبات في كلية البنات. بالنسبة لكلية البنات هي عبارة عن 3 كليات مع بعض، كلية التربية والآداب والعلوم، كأنها يعني نقدر نقول عليها إنها جامعة صغيرة. الطلاب اللي موجودين فيها هي طلبة بنات فقط، وهي على مستوى المجلس الأعلى للجامعات ما فيش كلية تضم ال3 كليات دول، فأحيانا يقولوا عليها إنها ميني يونيفرسيتي، جامعة صغيرة. بالنسبة للقسم النبات اللي عندي، قسم النبات هنا عندي بيتخرج 2 بكالوريوس، بكالوريوس كيمياء نبات وكيمياء، وبكالوريوس تاني مايكروبيولوجي وكيمياء. الطالب بيقدر يشتغل في الكيمياء، وممكن يشتغل بالنبات لوحده او يشتغل بالمايكرو لوحده والكيمياء. بالنسبه للامكانيات المتوفره في الكليه، عندنا مكتبه بتضم احدث الكتب، احدث فيرجن من الكتب طالع، احدث اصدارات للكتب العلميه، بتوفر لهم كل الفاسيلتيز، سواء في قاعات استخدام الطرق المستخدمه في توصيل المعلومه بالنسبه للدكتور سهله جدا، في كل الادوات بتاع التعليم والتعلم. رقم 2 بالنسبه داخل القسم بتاعي في مجموعه من البرامج بتاعه الدراسات العليا متوفره جدا، وفيها امكانيات كويسه الى جانب المكتبه المتميزه في الكتب الحديثه، عندهم وسائل الانترنت عاليه جدا، وعندنا طبعا بنك المعرفه المصري اللي متوفراه الدوله، وصفه فيه بنوجه كل الطلبه اللي بتشتغل سواء الاندر اللي هم طلبه البكالوريوس او الدراسات العليا انهم يستخدموا بنك المعرفه المصري اللي الدوله موفرتهم لنا عشان نوصل لمعلومات كتير. ده بالنسبه للقسم بتاعي ومميزاته الموجود فيه. بالنسبه للخدمات اللي بتقدمها للطلبه مرحله البكالوريوس، بتلاقي حضرتك ان متوفر فيه قاعات تدريسيه مستخدمه فيها كل وسائل التكنولوجيا التعليم، زي داتا شو مثلا، زي حاجات كتير موفراها في وسائل التعليم، سواء البورد، سواء المعامل لما نيجي ندرس بقى في الدراسه العمليه، تلاقي المعامل متوفر فيها كل الكيماويات بتاع الدراسه العمليه، لان الكليه بتاعتنا جزء كليه العلوم او التربيه بتبقى محتاجه معامل فيها احدث الاجهزه. ده بالنسبه لقصه توفير الامكانيات للطلبه عشان توصل لهم المعلومه جايه. في متابعه كده، وفي مرشد اكاديمي بيتابع الطلبه اثناء الدراسه، بحيث بيشوف الطالب مدى تقدمه ونقاط الضعف عند الطالب، وبيقدر يوجهه توجيه صحيح. ده بالنسبه للخدمات. طبعا الى جانب المدينه الجامعيه، موفرين لهم مدينه جامعيه للناس اللي ساكنه في الاقاليم، بيبقوا وهي جنب الكليه مباشره، فدي ميزه من مميزات الكليه. بتخدم بقى الكليه انها بتنشر الوعي داخل الطلبه الى جانب التدريس. في دكاتره متميزه جدا بتوصل لهم ازاي يحبوا البلد، وازاي يتعاونوا في البلد، وايه المشاكل الموجوده البيئيه، وازاي والمشاكل الصحيه اللي ممكن تقابلهم، وازاي طرق المعالجه منها كثقافه عامه يعني.